السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام في كل مكان، حلقة دسمة النهاردة وأخبار كتيرة. بس قبل ما أبدأ حلقتي أحب أقول لكم مقولة اتقالت عن النادي الأهلي من حد إماراتي، شخص محترم إماراتي، بتقول: في وسط أدغال تسكنها الوحوش، وأرض تئن تحت وطأة الخوف. المكان ليس للضعفاء، والبقاء فيه دائما للأقوى. بقارة إفريقيا، حيث كرة القدم الشرسة والدماء التي تسيل على العشب الأخضر، هناك عملاق روض أسود أفريقيا وجعلها تذهب للنوم مبكرا. خرج من قلب القاهرة وتربع على عرش الزعامة في القارة السمراء، إنه الأهلي، حيث لا يوجد من يجرؤ على الاقتراب من مملكته. يحكم دور الأبطال في أفريقيا، وهو الملك والزعيم ب12 بطولة. يسير بخطى واثقة نحو لقب أفريقي جديد، وعينه شاخصة على العالمية. نادي القرن وعشق الملايين، يرتعد من يراه وتنهار أمامه التحديات. هم الشياطين الحمر والشبح الذي يطارد الخصوم. في أحلامهم ستظل القلعة الحمراء شامخة، وستظل راية الأهلي عالية خفاقة في سماء مصر، ورمزا للعظمة في أفريقيا، وعنوانا للعروبة في العالم. أنا بشكره على المقولة دي، بصراحة مقولة من شخص محترم جدا جدا، عاشق للنادي الأهلي. أخبارنا النهاردة في سيناريو مرعب على حسب ما كان بيتناول الإعلام امبارح، إن السيناريو مرعب. إيه هو السيناريو المرعب؟ السيناريو المرعب لو نادي بيراميدز عدى اورلاندو، هيبقى في النهائي امام النادي الاهلي بعد ما يعدي صن داونز ان شاء الله. هيبقى كده بيراميدز ليه فرصه في لقب ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا، المرشح الاول لكاس مصر بعد المستوى الهابط لنادي الزمالك، الاول على الدوري. يبقى كده عمل الثلاثيه، هتبقى انجاز تاريخي. طبعا لو النهائي مصري، ليه كذا عامل. اولا تحكم الجمهور يبقى له دور، خبرات اللعيبه لها دور، والدوري لسه في الملعب. يعني الاعلام بيصير ان هو سيناريو مرعب للنادي الاهلي، ولا مرعب ولا حاجه. ايام النادي الاهلي قابل بيراميدز وفاز عليه وتفوق عليه بفارق كمان. بس هو اقرب مثال للموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان الزمالك بيراميدز متربع على عرش القمه لحد ماتشه ما بين الاهلي وبيراميدز، ماتش 3-2 بالقضيه بتاعت كابتن قفشه. فادي اول خبر. ده التاني: عرضين اوروبيين عرضين اوروبيين، واحد عن طريق شركه تسويق، واحد لمصطفى شوبير وواحد لامام عاشور. لو تموا على خير هم الأكبر في تاريخ النادي الأهلي. المقابل المادي بتاعهم كبير جدا جدا جدا، هينعش خزينة النادي الأهلي. لو اتكلمنا بنتكلم في 10-12 مليون دولار لكل واحد. 10-12 مليون دولار، بما يوازي، لو 10 مليون دولار لكل واحد، بما يوازي مليار جنيه مصري. النادي الأهلي حاليا يعتزم على عقد صفقة رعاية هي الأكبر. صفقة رعاية للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية هي الأكبر في تاريخ الرعاية للنادي الأهلي. في شركتين كبار بيتنافسوا. في شركة عارضة 8، النادي الأهلي بيدرس العرض وبيتكلم في 12. في شركة عارضة 10، النادي الأهلي برضو بيتكلم في 12 مليون دولار. هتبقى النادي الأهلي حصل على دخولات أو دخل كبير من كأس العالم للأندية، بجانب صفقة
الصفقة دي هتبقى برعاية موسم الرياض، برعاية موسم الرياض. انفانتينو حابب ان يكون المباراة الافتتاحية طرفها كريستيانو رونالدو اللي بيلعب في الدوري السعودي، كلكم عارفينه. حابب ان هي تكون اول لقاء بين اخر لقاء بين كريستيانو رونالدو وميسي، مش ودي، هيبقى لقاء رسمي في بطولة كبيرة. والنادي الاهلي في صدد ان هو يخلص الصفقة، يخلص صفقة كريستيانو. النادي الاهلي هيتحمل منها 55% من القيمة، والباقي هتبقى من الدعاية، من الرعاية، ومن موسم الرياض. النادي الاهلي راح امبارح من التدريبات، والنهارده وان شاء الله من بكره معسكر مغلق، تدريبات قويه لمباراه صن داونز. صن داونز ما نقدرش نقول مبروك، احنا قلنا مبروك على الاداء، مبروك على الروح، مبروك على التعادل، لان احنا كنا الافضل، احنا كنا الاقوى، احنا كنا الاخطر. الكرة مع صن داونز ب 73%، مع النادي الاهلي 27%، بس النادي الاهلي كان فارض، كان هو الاخطر، هو اللي سجل مرتين ولينا ضربة جزاء. طبعا سجل مرتين، الاثنين تسلل واضح جدا، ما نقدرش نقول عليهم حاجة. النادي الاهلي هيبدأ معسكر مغلق ان شاء الله، كل الدعم للنادي الاهلي، واحنا وراه كجمهور، كاعلاميين، اعلام النادي الاهلي كمصر كلها 80 مليون ورا النادي الاهلي ان شاء الله. واتمنى من مارسيل كولر يكون هو عارف الدرس كويس. انت قدام صن داونز بتلعب ب5 دفاع مش 4، بتلعب ب5 دفاع مش 4. اتمنى ان المباراه تخلص ان شاء الله، اللي هي يوم الجمعه، اتقدمت يوم الجمعه باذن الله على خير، يكون اللقاء النهائي اهلي بيراميدز باذن الله. كده كده ان شاء الله لو النهائي مصري هنلعب اللقاء الاول في استاد القاهره، اللقاء الثاني استاد برج العرب او الدفاع الجوي اللي هو اللي بيلعب عليه نادي بيراميدز. اتمنى من جمهور النادي الاهلي ما يبصوش وما يتابعوش السوشيال ميديا الزملكاويه اليومين دول، لان هي بتبث اخبار. انا مش هتكلم ولا هناقش الكلام اللي قاله الكابتن احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. واتحاد الكوره اصدر منشور رسمي، انا نشرته على الصفحه الشخصيه بتاعتي الفيسبوك، ان هو الرخص اللي من الموسم القادم محدش من الانديه عليه ديون مش هياخد رخصه، لازم ادفع المستحقات كامله بتاعت اتمنى، احنا بنتمنى لو بصينا على اللعب المالي النظيف. طب النادي الاهلي يلعب لوحده؟ يعني ايه لعب مالي نظيف؟ لعب مالي نظيف ان انت تكون ايراداتك اكبر من مصروفاتك. مفيش هو النادي الاهلي اللي ايراداته اكبر من مصروفاته. هنبص لنادي بيراميدز فين ايراداته، هنبص لنادي الزمالك فين ايراداته. لو بصينا على الاسماعيلي، الاتحاد، زد، انديه الشركات عموما، فين دخلها؟ مفيش دخل. هو النادي الاهلي الاكبر رعايه والاكبر دعايه، اكبر حصولا على البطولات والدخل المالي بتاع البطولات. فاللعب المالي النظيف النادي الاهلي متمسك بيه. لو ان اتحاد الكرة طبق المنشور اللي نشره على الصفحه الرسميه بتاعته، كده نادي بيراميدز مش هياخد الرخصه، ولا نادي الزمالك هياخد الرخصه، لان الاثنين عليهم ديون. مش هياخدوا الرخصه الا بعد تسديد جميع المستحقات، تجديد سداد جميع المستحقات الرسميه. واخيرا اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ولنا لقاء غدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.